السلام عليكم، مرحبا بكم مع كوكب بلقيس. البرد، المطر، الثلوج، هذه الأيام رحمة ربي يعني. جبت لكم وصفة نتاع الشتا، لا سوب تاع البوا كاسي، أي هذيك الجلبانة اليابسة. هاي وراهي هنا راني غسلتها. إن شاء الله في لي فيديو هذو القادمين راح ندير لكم وصفات نتاع الشتا. المرة اللي فاتت حطيت لكم الفيديو تاع الدبارة وعجبكم وطلبتوني بالوصفة تاع المطلوع اللي موجودة في الفيديو، وإن شاء الله نحطها لكم. هنا واش راح ندير في البواكاسي. عندي طماطم حب، هنا رحيتها بصح تقدروا ديروها طراف طراف يعني بغير بالموس. ثاني الفلفل الحار والفلفل الاخضر، اللي يحب يدير الحار اللي يحب يدير الحلو. عندي شويه خضره، هي واش كاين عندكم خضره في الدار؟ عندي زروديه، بطاطا، اللفت، عندي هادو اللي راكم تشوفوا فيهم تاع الشفلور. عندي شويه شفلور ها هو، شويه برك، شوي شوي، حبه بطاطا، حبه زروديه. وعندي راس بسباس صغير درتو هو بالاخر تاعو هذو، درتو يعني بكله. البصل، درت هنا الملح، ودرت غير راس الحانوت هذا مكان. الخضره تقدروا قلت لكم ديروش عندكم. عندي شويه زيت، حوالي 4 مغارف تاع زيت، حطيتهم مع البصل يتقلاو. هذا البصل ثاني قطعته. شوفوا هنا كي تقطعوا الخضره ما يهمش تقطعوها صغيره ولا كبيره، على خاطرش راح من بعد نرحوها. هنا حطيت هذاك البصل يتقلى مع الزيت، يتقلى يذوب مليح. شوفوا حتى يذوب هذاك البصل. بعد ضفت له طماطم نتاع الحب المقطعه، تقدروا قلت لكم الحبه تقطعوها على 4. ثاني نخليها طيب شويه تتقلى فيه مع هذاك البصل ومع هذاك الزيت. هنايا بعد ما تقلات الطماطم والبصل مع الزيت راح نلوح هذيك الخضره كامل مع بعضها. البسباس هذا قطعته، نتاع الشفلور اللي هذاك الورق اللي في الشفلور ثاني قطعته. يعني ملاحظه هذوك كي نشرو الشفلور والبسباس ما نطيشوش الاوراق تاعهم، نحتفظوا بها نخلوها في البويون ولا في العدس ولا. هذه البواكاسي هنا راني غسلتها، كي غسلتها لصقت في بعضها يعني بعد نحيتها. نحطهم كامل نخلطهم نخليهم يتقلاو شويه على النار، او من بعد نجيب الماء سخون. كي لوحت هذيك الخضر كامل زدت لها راس الحانوت وطبعا الملح. هذا واش درت فيها، درت راس الحانوت والملح. بعد ما لوحت لها هذاك الماء سخون حركتها مليح هكذا وغلقت عليها وخليتها طيب. في الوقت اللي راهي طيب فيه البواكاسي تاعنا او الجلبانه اليابسه، انا رحت نحضر في الرخساس. كاين اللي يقول رخساس، كاين اللي يقول رخسيس، كاين اللي يقول الكسره اليابسه. هنا عندي 3 كيلات. كيله سميد ارطب، شوفوا دركا السميد ما عادش كيما بكري. هنا كيله 2 كيلات سميد متوسط. كيما قلت لكم السميد ما عادش كيما بكري، وين باش تلقاي السميد هذاك اللي تحوسي عليه المليح. شوفوا هذا الرطب، كاين انواع تاع الرطب، كاين تلقايه ارطب ما شاء الله، وكاين تلقايه فيه ارطب وفيه شوي حروشيه. هنايا درت مغرفه سكر، الملح حسب السميد اللي عندك، ودرت شويه برك على راس المغرف هكذا نتاع خميره تاع الكسره. هذوك 3 كيلات نتاع السميد رايحين نديروا لهم نص كيله نتاع الزيت. شوفوا هنا واش درت 2 كيلات سميد متوسط. هذاك المتوسط هي من المفروض يجي متوسط فيه شويه رطوبيه، انا لقيته متوسط طول مباشره ما فيش اسمه متوسط احرش. لو كان راح نطيبه في الكسره راح يجي احرش. من بعد زدت له كيله ارطب. هنا تقدروا ديروا 3 كيلات ارطب، تقدروا ديروا كيلات ثاني متوسط كيما تحبوا. بالنسبه السميد كي زدت له الزيت، الكيله هذيك نص كيله تاع الزيت وبسستو. الماء ما تلوحوش دفعه واحده، لوحوا بشويه. ما يلزمش الرخساس هذا يجي لين، العجينه تاعو ما يلزمش تجي لينه، لازم تجي شويه يابسه قسما نعجنوها. شوفوا كيفاه تجي كيما هكذا. ومن بعد الا شفتوها يابسه وما قدرتوش تعجنوها ولا ما حبيتش تحل لكم، هذيك الساعه زيدوا شويه فقط تاع الماء. الماء دفيته شويه، رانا كيما قلت لكم رانا في الشتاء والبرد. دفيته. هنا ندلك هذيك العجينه مليح، ندلكها مليح حتى تولي رطبه ترطب، تحسوها باللي راهي طابت بين يديكم، وحتى الشكل تاعها يتبدل.
ومن بعد راح نقسمها. شوفوا هذه العجينه هي حوالي كيلو تاع سميد، راح يعطيكم 3 قرصات متوسطين وزوج قرصات كبار كبار متحوفين، يعني قد الطاجين سوا ولا 3. هذا كيلو تاع سميد. هنايا بعد ما قسمته على 3 قرصات متوسطين راني نحل فيهم بالقرصه. في نفس الوقت، في الوقت اللي راني نحل انا في هذا القرصه تاع الرخساس، الطاجين راهو يسخن. نسخن فيه، لازم الطاجين يكون سخون. علاش الحاجه كيما نقولوا لاصوب تاع البويون، لاصوب تاع بواكاسي هذه اللي راني ندير فيها شوربه فريك، لوبيا، العدس، يجي معاهم هذا الرخساس. هنا حطيتها، كي تحطوها تشوفوها صفارت من فوق، تندات العجينه. رايحين نقلبوها. كي تقلبوها 2 دقائق ولا 3 ونبقاو ندوروا في هذيك العجينه. القرصه اللي في الطاجين، هذه القرصه الثانيه. هنا كي تقلبوا هذيك القرصه 2 دقائق 3 دقائق، نبقاو كل مره ندوروا فيها باش تجينا حمرة كامل، يعني طيب لنا هذيك الرخساس تاعنا من جميع الجوانب كامل تحمر. هكذا نبقاو ندوروا فيها كل مره على الطاجين. بعد ما كملت الرخساس نتاعي، هنا قطعوا كيما تحبوهم كبار، تحبوهم صغار، تحبوا القرصه تقطعوها على 4، لكم الاختيار. وحتى تقطع تاع الرخساس، شوفوا كيف راني نقطع فيه كيما تحبوا نتوما. تقدروا تخلوا هكا برك على 4 كيما هكذا. دوكا نروحوا للبواكاسي او لاصوب تاعنا. هنا راهي طابت، نحركها مليح. شوفوها كيفاش ذابت، ها هي ذابت. نعطيكم ملاحظه، الا حبيتوا هذه البواكاسي يكون فيها الطعم تاع الجلبانه، ديروا لها نص مغرفه تاع سكر، شغل راهي جلبانه. هنايا بعد ما طابت وحركتها مليح، راح نرحيها باش نرحي هذيك الخضره اللي درتها فيها، نرحيها. شوفوا هنا كيفاش ولات لاصوب ما شاء الله، مع الشتاء هذا، مع هذاك الفطير، يعني رحمه ربي. هاو كيفاش الشكل تاعها النهائي. دركا بعد ما كي تجوا رايحين تقدموها، ديروا لها شويه حشيش شوربه. كاين اللي حشيش شوربه معدنوس، شويه زيت زيتونه من فوق هكذا، مع الرخساس او الرخسيس او كما يقول الحرشه، مع كل واحد واش يسميها. وشهيه طيبه، وانتظروني مع وصفات تاع الشتاء، تاع فصل الشتاء ان شاء الله. ونشكركم على التعليقات اللي حطيتوها لي في الفيديو تاع الدبارة، يعني مشاهدة والتعليقات ما شاء الله عليكم. وراح نلبي لكم طلباتكم وندير لكم الوصفات اللي طلبتوها. أترككم في رعاية الله وحفظه.